السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفات قناتي. النهاردة هنعمل طريقة مخلل الزيتون الأخضر. كل الناس بتحبه، كل الناس بتستنى الموسم بتاعه يجي علشان تعمله. طبعا اليومين دول موسمه ويعني ملعلع في السوق زي ما بيقولوا. فاحنا النهاردة هنعمل أسهل طريقة لعمايل الزيتون الأخضر. في البداية الأول هنقول المكونات. احنا المكونات اللي أنا هقولها لكم دي يا جماعة عن كيلو زيتون أخضر تفاحي وليس عزيزي. العزيزي له طريقة تانية إن شاء الله بإذن الله، يعني المفروض إن هو في اليومين الجايين هيطلع، لأن التفاح اللي بيطلع الأول. تمام. هنقول دلوقتي المكونات على كيلو آه زيتون أخضر. احنا معانا راس توم صغيرة متفصصة ومتقطعة شرايح، معانا معلقتين حبة بركة، معانا معلقتين عصفر، معانا حزمة كرفس محترمة كده. وارجوكوا يعني الكرفس بالذات ما يعني ما حدش يلغيه من مخلل الزيتون، لانه مهم جدا. يعني هو مش حاجه بس كده اضافيه وخلاص، لا بس هو مهم قوي يا جماعه. والله بيدي طعم جميل جدا، وبيدي ريحه للطرش. اما تيجي تفتحي برطمان الزيتون بيبقى ريحته مميزه بجد يعني. فيا ريت محدش يلغيه حتى لو انت ما بتحبوش يعني. تمام. فدي حزمه كده محترمه من الكرفس متقطع الورق بتاعها فقط. لو انت لقيتي ان الحزمه صغيره يبقى هاتي حزمتين. تمام. معانا جزرتين مبشورين، جزرتين يعني حلوين كده هو مبشورين. وعلى فكره الجزر دوت بيتاكل بيبقى طعمه رهيب برضو. تمام. معانا حوالي 4 5 قرون فلفل شطه متقطعين كده هو قطع. برضو بيتاكل عادي جدا مفيش اي مشكله، وبيبقى طعمه برضو تحفه. معانا نص كوبايه خل ونص كوبايه زيت. ايا كان الزيت ايه، يعني في ناس بتعمله زيت زيتون، وفي ممكن تعمليه زيت ذره، ممكن تعمليه زيت عباد، اي زيت عندك يعني. ما تعطليش روحك ولازم يبقى زيت زيتون. انا بصراحه كان زيت الزيتون خلص عندي فعملت عادي زيت عباد. فنص كوبايه زيت من المج العادي بتاعنا اللي موجود في كل بيت. والكيلو كيلو الزيتون معيارنا في الليمون والملح بيبقى محفوظ يعني. انا دلوقتي كيلو الزيتون قدامه معلقتين كبار من الملح، ومعانا يعني ما بتبقاش كوبايه الا ربع ليمون بس، يعني اكتر من النص بشويه عصير ليمون. والقشر اللي انت هت يعني هتعصريه منه الليمون ما ترموهوش، لان احنا هنحتاجه وهنحطه في البرطمان، وبرده هيتاكل يعني. برده بيبقى طعمه تحفه وهيتاكل مفيش اي مشكله معانا. آه، وده طبعا الايه المحلول بتاعنا هنعمله مع بعض بالملح والليمون والميه والخل، وهنشوف المحلول بتاعنا هيبقى عامل ازاي. دلوقتي انا جبت الكيلو الزيتون وعملت بس كده في حركه، ان انا فدغته زي ما بيقولوا كده، فدغته بكف ايدي كده. فدغته مش لا شقيته بسكينه ولا ضغطته بشاكوش اللي هو شاكوش اللحمه دوت ولا اي حاجه، لا. فدغته كده بايدي. تمام. هو طبعا بيبقى اسهل من كده بس انا متعوره فتلاقيني برزع، واخد بالك واخده بالك، لكن هي اصلا بتتفضغ على طول يعني. تمام. فانا طبعا عملت الكيلو كاملا قبل التصوير عشان ما اضيعش وقتكم، ووريتكم ازاي بيتعمل. هنحط كله على بعضه. ادي حطينا الجزر فوق الزيتون، بسم الله. حطينا فوقيه الجزر، وبعد كده هوت هنجيب حبة البركة هنحطها. تمام. وحبة العصفر اللي احنا قلنا عليهم. او نسيت اقول لكم طبعا على معلقة سكر كبيرة. معلقة سكر كبيرة دي مهمة برضو قوي يا جماعة، علشان الحفظ مهم معانا في كذا نوع من انواع المخلل، منه الزيتون ومنه الخيار. ادي التوم حطيناه، وهنحط الفلفل الشطة. يبقى ما ننساش من ضمن المكونات ان احنا هنحط معلقة سكر كبيرة. وادي حبة الكرفس، حزمة الكرفس اللي احنا قطعنا ورقها بس برضو هنحطه فوق
الليله كلها فوق الخلطه اللي احنا بنعملها دي كلها. بعد كده ادي نص كوبايه الزيت، بسم الله، وقلنا عليها يعني ايا كان النوع اللي عندك حطيه. وادي بعد كده هو نص كوبايه خل. على فكره يا جماعه في ناس كتير قوي ما بتستخدمش الخل في تخليل الزيتون، بس انا يعني الخل مع الليمون بيدي طعم تحفه، وجربيه والله وعلى ضمانتي بامر الله، يعني ان شاء الله يعجبك. فنص كوبايه خل مهمه معانا. ودي عصير الليمون اللي احنا عصرناه، اديني حطيته برضو، وقلبت كل المكونات دي كلها على قلب بعض، قلبتها مع بعض وكده تبقى هي جاهزة للحط في البرطمان بتاعنا. وطبعا انت ادرى ببرطمانك، الكمية تاخد برطمان، تاخد اتنين، حسب حجم البرطمان اللي عندك. انا جبت البرطمان. آه، هنا هنحط الخليط في البرطمان بتاعنا زي ما احنا شايفين، بنرصه زي ما قلت لك. انت حسب حجم البرطمان بتاعك، برطمانات عندك بتكفي كيلو، بتكفي نص، بتكفي 2 كيلو، فانتي والحجم بتاعك زي ما تاخد. بنحط كمية من الخليط، وبعد كده بنعمل طبقة من قشر الليمون اللي احنا عصرناه، زي ما قلت لك هنستخدمه في البرطمان في عملية التخليل. حطينا طبقة من قشر الليمون، بنكمل بعد كده هو اتحط الزيتون معانا عادي جدا. بنغرف وهنحط تاني طبقة من الليمون، وهكذا. وخاصة لو انت عندك البرطمان كبير او عاملة 3 او 4 كيلو، فاحرصي انك انت تعملي طبقة يعني بعد حبة حلوين من الزيتون تعملي موضوع طبقة قشر الليمون. وبصوا يا جماعة انا بتكة ازاي، بنزل علشان اي يعني اي هوا او اي فراغ، يعني بكبسه كويس قوي علشان خاطر آه، ياخد كمية مظبوطة، فبيتكبس. وبحط عليه الكمية دي كده بالمنظر ده، وبختمها عليه ب قشر الليمون عادي جدا. بص اي فراغ بحط فيه حبة الزيتون وحبة من الخلطة وحبة من فلفل الشطة والثوم. وبعد كده بختم اخر طبقة عندي بقشر الليمون اللي احنا عصرناه زي ما احنا شايفين. باقي الخليط طبعا يتحط بقى ايه في برطمان تاني، زي ما قلت لكم كل واحد على حسب الكمية اللي عاملها. تمام، اهو كده بالمنظر ده كده خلاص. تمام. هن- هنبتدي نحط المحلول بقى بتاعنا. احنا جبنا اهو المحلول بتاعنا، و بنظبطه علشان ما تدلدقيش منه. انتي بتحطي بكوبايه صغيره زي ما احنا هنشوف كده اهوت مع بعض. وزي ما انا قلت ان ال الزيتون بياخد مننا معلقتين ملح فقط لا غير. بس انا يعني هنا هو انا حطيت المعلقه الثالثه علشان انا آه، آه، يعني زي يعني كان كيلو وي. المعلقه دي سكر الاخرانيه دي اللي انا حطاها كانت معلقه السكر الكبيره، فما كانش كيلو صافي وانا بشتريه، فعشان كده زودت الملح شويه. طبعا يا حبذا لو كان ملح بحر، اللي هو الملح الخشن ده بيبقى في المخللات تحفه. لكن زي ما اتفقنا ما تعطليش روحك، وكملي عادي جدا مفيش اي مشكله. يبقى كيلو زيتون عليه معلقتين ملح. حضرنا المحلول بتاعنا وحطينا معلقه السكر الكبيره، وهنبتدي نملي البرطمان بتاعنا بكوبايه كده صغيره عشان ما تدلتقيش منك وانتي بتحطي من الطبق او كبشه. يعني اللي اسهل لك اعمليها خلاص. وطبعا المحلول دوت للكميه كلها، يعني البرطمان التاني اللي هحط فيه باقي الزيتون هنحط فيه باقي الميه دي او باقي المحلول بتاعنا. تمام. وهنختم بحبه زيت
على الوش. وبعد كده هوت هنقفل البرطمان، يعني زي ما بيقولوا كده هوت بغلق محكم، يعني هنقفله يعني كويس قوي بحيث ان هو ما يدخلهوش هوا. فهنحط كيسه كده هوت من بتوع التلاجة فوق بق البرطمان كده هوت قبل ما نتقفله. بعد كده بنحط عليه الغطا. والله لو عندك استرتش برضو بيبقى اكثر احكاما، ولكن انا حطيت اللي عندي اللي هي كيسه التلاجة، وقفلت جامد الغطا علشان اطمن ان ما مش هيخش له هوا. وبقى هو ده البرطمان بتاعنا بالمنظر الجميل دوت. وان شاء الله باذن الله نفتحه مع بعض على رمضان وعليكم خير بامر الله. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، ويا رب تكون سهله على قلبكم، واكون يعني افدتكم باي حاجه. شكرا، واشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله من وصفات قناتي انا ومامتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.